بقول لك ايه، انت لو حسبت هتلاقي ان احنا كلنا في رحله بحث دايم عن الامان. هو ده اللي محدش عايز غيره. امان بوجود حد مطمنك بوجوده، امان انك مش لوحدك، امان ان انت اللي اخترته دوت مش هيخذلك، امان ان سعيك في الطريق الفلاني ليه نتيجه، امان انك لما تشتغل هتاخد حقك المادي والمعنوي اللي انت تستحقهم ومش هتتجلش. فالامان من علامات الجنه في الارض، في وجوده هنكمل وبغيابه هنقلب الصفحه وندور عليه في مكان تاني ومع ناس تانيين. فشمس التبريزي قالت لك ايه؟ والامان اعلى منزله من الحب، فلا تقترب ابدا حين تنبهر، اقترب فقط حين تطمئن. فربنا يكتب لقلوبنا الامان اللي مفيش بعده خوف، ويجعل نهر من الطمانينه تسري في عروقنا. ما تنساش تشترك في القناه. مش بستغرب لما بلقى شخص بيعاني من خذلان ناس كتير فاتوا في حياته. لو تحس كل خطوة وكلمة قبل ما يدخل حد جديد تاني حياتك، وتجاربنا السابقة اللي بتسيب في النفوس أثر صعب مش بيتشال بجرة قلم، ومحتاج إن هو ياخد وقته الكامل عشان تتعافى. فياريت المشاعر كانت بزراير تضغط عليها فتشيل فلان من قلبك، وتضغط عليها تاني فتدخل علان. التجارب القاسية الصعبة اللي انت عديت بيها هي في الأساس عدت علينا، وأخدت في سكتها بهجة وانبساط ومشاعر ووقت راحوا لصالح ناس ما كانوش يسووا. ولو جزء ضئيل منها، فطريق التعافي عمره ما هيكون سهل، لكن مفيش مفر في السير في اتجاهه. بس قبل ما الباب يتفتح للجداد لازم تكون سيرة القدام اتنست. بقول لك ايه، عارف يعني ايه واهجرهم هجرا جميلا؟ يعني في علاقات وفي ناس ما ينفعش معاهم القرب باشكاله واصنافه. الهجر الجميل هو انسب وضع، والفرق ما بين الهجر الجميل والهجر العادي ان الهجر الجميل دوت ما فيهوش غل، ما فيهوش اذيه، ما فيهوش خصام. يعني لو قابلته هتسلم عليه، ولو احتاجك هتسعفه. فربنا اوجد لنا قوانين لكل التفاصيل اللي تخليك تعيش سوي مطمئن، فيصرف عنك مشتتات الدنيا اللي تشغلك عن رسالتك وتستنفذ طاقتك وقدرتك في غير محلها. فبالبلد دي عدي. حالة اللخبطة في تقييم الوضع اللي انت فيه هو صح ولا غلط، والهزات اللي بتيجي بعد ما بيتخلى عنك ناس حطيت ثقتك فيهم وسابوك فجأة، الوجع اللي بتفكر ان مفيش بعد هجومة، كل دول دليل على انك بتتعلم ومخك بيتنور وخبرتك بتزيد ودرجة فرزك للامور بتبقى اسرع وتقييمك للناس بيبقى واقع. فانا عايزك ما تخافش من الخسارة المؤقتة، الخسارة ديت بتعلمنا. اللي تخاف منه فعلا انك تفضل محلك سر. فالكاتب وين دايري قال لك ايه؟ انك تتعثر فهذا يعني انك تسير في الطريق، فلم اسمع باحد يتعثر وهو لا يتحرك. فما تقلقش من المطبات اللي انت تاخدها في سكتك، المهم انك تكمل. اقوى تحدي انت ممكن تمر بيه هو تحدي الشخصيه، انك ما تكونش عارف شخصيتك كويس. والاصعب بقى ان الناس القريبه منك تكون شايفه عيوب شخصيتك، وده بيأثر على نفسيتك جدا. وعشان كده انت بتدور على ازاي تصلح الشخصيه بتاعتك. بس علشان تصلح شخصيتك وتخليها شخصيه مميزه ومبهره للناس اللي حواليك، لازم تكتشف عيوب شخصيتك وتكون عارف شخصيتك كويس علشان تعرف تشتغل عليها. واحنا كنا عملنا لك فيديو بسيط بيوضح لك انواع الشخصيات وعيوبها. خد خطوه واعرف شخصيتك عشان تعرف تصلحها، واعرف شخصيتك ايه وعيوب هي علشان تحسن شخصيتك وتظهر بصوره افضل. وهنكون سايبين لك اللينك بتاع الفيديو ده في وصف الفيديو اللي انت بتسمعه دلوقتي. وكمان لو انت عايز تكلمنا في اي حاجه ما تترددش انك تبعت لنا على لينكات التواصل اللي هتلاقيني برضه سايبها لك في وصف الفيديو. بقول لك ايه، في 3 حاجات في الدنيا ديت لما بتروح ما تقدرش ترجعهم تاني. الكلام اللي هيطلع من بوجك مش هتقدر ترجعه تاني. يعني الاساءه اللفظيه اللي انت تاذي بيها حد مش هتقدر ترجع تقول له سوري انا ما كنتش اقصد. عشان كده خلي بالك من الكلام اللي انت بتقوله، وقبل ما تنطق بيه جربه على نفسك. يعني اللي قدامك ده لو قال لك نفس الكلام احساسك هيكون عامل ازاي؟ تاني حاجه وهي الفرصه. اوقات بتتعرض علينا فرصه حلوه جدا، بس لاننا مش عارفين احنا عاوزين ايه فبنضيع من ايدينا فرص عظيمه، والفرصه اللي بتروح ما بترجعش. علشان كده اغتنم الفرص. تالت حاجه وهي الوقت. اكبر كنز انت بتمتلكه في ايدك هو الوقت. فلو معرفتش تدير وقتك صح وتستغل كل لحظه انت بتمر بيها، انت هتضيع عمرك على الفاضي، والوقت اللي بيروح ما تقدرش ترجعه تاني. فخلي بالك جدا لل3 حاجات دول عشان لما بيروح ما بتقدرش ترجعهم تاني. بقول لك ايه، احيانا بيكون في حاجات انت المفترض انك تعملها وتشتغل عليها، ولكن للاسف مش بتكون في المود وفاصل، ويمكن مش مركز ومفيش طاقه ومفيش نفس حتى انك تعمل اي حاجه. فجرب مره تضغط عن كل الحاجات ديت وتبدا تشتغل او تذاكر. اللحظه ديت هتكون فارقه معاك جدا في حياتك، لحظه تخطيك للمزاج والعاطفه، وانك بدات بغض النظر عن كل اللي انت فيه. وعايز اقول لك انك مع الوقت هتكون كونت عاده تتخطى بها الحواجز. لما تبقى عايز تعمل اي حاجه وانت مش في المود هتقوم وتعملها، لانك بدات تدعم بالعاده ديت. وما تنساش انك تدعمنا بالاشتراك في القناه.
بقول لك ايه، عشان تعيش حياة صحية وزواج سعيد لازم يكون في حب واحترام متبادل ما بين الاتنين. طب ده اعرفه ازاي في الشخص اللي هرتبط بيه؟ بص يا عم، احترام كل من الزوجين بعض ومن البعض، والاخذ بعين الاعتبار مشاعر كل من الطرفين، وانك تتجنب تعمل اللي هو بيزعجه، ولازم تكون بتاخد رأيه وتشاركه في كل حاجة. طب ده برضه اعرفه ازاي؟ وان محدش ياخد قرار لوحده. كمان تراعي انك تتعامل مع الطرف التاني بلطف وبحنية وبمحبة. ازاي بقى؟ ازاي القى الشخص اللي هو بيحبني، وازاي يعرف ان هو يحترمني وما يكسفنيش قدام الناس؟ بص، كل الحاجات دي احنا بنتكلم عنها في المشاكل اللي بتجيلنا وبنشاركها معاكم يوم الجمعه، فعلشان كده استنى الفيديوهات اللي احنا بننزلها كل يوم جمعه. اغلبها بتكون مشاكل اسريه وزوجيه، واوقات بتكون بنناقش قضايا مهمه جدا، فاشجعك انك تسمعها وتشترك في القناه وتتابعنا عشان بننزل الحاجات دي مهمه جدا لحياتك الزوجيه. بقول لك ايه، الصدمه عامله زي درجه السلم المكسوره. هي صحيح بتخلي شكل السلم مش انسيابي ولا متناسق، بس مش بتمنعك انك تطلعها. بالعكس، ده كمان درجه السلم المكسوره ديت بتكون سبب انك بتطلع درجتين اسرع، لانك لازم تنطها لو عايز توصل. فمفيش سلم كل درجاته مكسوره، ومفيش حد بيقضي حياته كلها واقف على عتبة السلالم. فممكن تقف وتريح وتاخد نفسك، لكن لازم تكمل. طب انا هقدر؟ طبعا، وبضمان ووعد ربنا عظيم، لا تخف ولا تحزن انا منجيك. فربنا يصبرنا على اي فترة صعبة، ويوهبنا بصيرة شوفان النجاة وقدرة التجاوز، ويجعل لحظة الوجع هي نفسها نقطة البداية المرحلة انضف واحسن. صحيح انا قاعد على السلم. بقول لك يا صاحبي، من النضج انك تستوعب ان مش كل شخص هتتمناه الطول، ولا شرط ان كل حلم هتعوزه هتحققه. فحظك مش دايما هيرشق، وعد ان ما يكونش ليك نصيب في كل حاجه انت عايزها. دورك بس انك بتعمل اللي عليك كله للاخر. جه يبقى خير، ما جاش يبقى اقلب الورقه وشوف غيره. فقبول النقصان كجزء من معادله الحياه هو اللي هيخليك تكمل وتستوعب ان ضياع بعض الامور او الناس هو اتاحه الفرصه البديله الانسب اللي على جدك، واللي غالبا بتكون الافضل. فالكمال ده فكره وهميه وبتتمسح باستيكة فضيلة الرضا. فالمهندس ويلس كارير قال لك ايه؟ من الكمال ان تدرك نقصك، ومن النقص انك تظن بانك كامل. فكمالك في رضاك، ويا ريت تكون راضي وانت بتشترك في القناة دلوقتي. بقول لك ايه، انت لازم تهيئ نفسك ان عادي جدا كتير من الناس اللي هم حواليك ينسوا بمنتهى الجحود والفجر كل مواقف جدعنتك، ويمشوا بمنتهى السهولة والهبل ورا شيطانهم او شيطان غيرهم، فانك انسان سيء، رغم ان تاريخك معاهم بيقول العكس خالص. فللاسف في كتير عندهم من النمر ده وقلة الأصل اللي بيخليهم ينسوا الحلو بالوحش، ويسلطوا الضوء على العيوب رغم نضارتها، ويتجاهلوا كل المميزات رغم كترتها. فما تحكمش على حد من بره أو من غلطة أو من مرة واحدة بس. وما ينفعش إن تاريخ حد أنت عارفه ومعاشره كويس يتمسح بأستيكة في لحظة، لأن من هنا بتبان أهمية وقيمة القليلين اللي بيصدقوا فيك وقت ما الكل بيكذبك، واللي بيسندوك وقت ما الكل بيكون بيتخلى عنك، واللي بيفضلوا فاكرينك حتى لو كان الكل نسيك. وما تنساش انك تشترك في القناة. بص، هو مفيش بني ادم يستحق ان فلان ينهي علاقته بيه بدون ما يوضح له هو اتساب ليه. يعني رص كل الاسباب بتاعتك قدامه، ايه الغلط اللي هو عمله، ايه اللي انت شفت سيء في شخصيته، يا اخي على الاقل علشان يصلح. لو مش معاك انت يبقى مع غيرك بعدين. لان للاسف في كتير بيتعمد ان هم يقلبوا الصفحة بدون ما يكتبوا كلمة النهاية، ويقولوا ما هم هيبقى يفهموا لوحديهم. لا، ولاد الناس لما بينهوا القصص بينهوها بتفسيرات، مش بيسيبوا الطرف التاني يضرب كده اخماس في اسداس. العلاقات السوية اللي اطرافها ناس سوية بتنتهي بنقطة مش بعلامة استفهام. فخليك ذكرى جميلة عند اي حد يتقابل ويتعامل معاك. كل ديت حاجات هتخليك بني ادم كويس وجميل. اهتموا بالتفاصيل ديت جدا، هتفرق في حياتكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة. بقول لك، لو عايز حد يساعدك ويقف معاك في مشاكلك ممكن تبعت لنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتنا اللي تلاقيني سايبها لك في وصف الفيديو اللي انت بتسمع دلوقتي. ولو انت عايز تبعت لنا المشكله اللي انت بتمر بيها او التحدي الصعب اللي عندك ومحتاج حد يساعدك من غير ما يعرف انت مين، هتلاقيني برضه سايب لك لينك الصراحه اللي احنا بنستقبل عليه كل المشاكل وبنعرضها ونشاركها مع الناس، ومش بنكون عارفين مين هو صاحب المشكله. كل ده هتلاقيه في وصف الفيديو اللي انت بتسمعه دلوقتي. فما تترددش انك تبعت لنا في اي وقت من الاوقات، واحنا بنعمل كده بدون اي مقابل مادي. احنا مش بناخد حاجه من حد. كمان ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو اللي انت بتسمع دلوقتي، عشان المشكله دي صعبه.